أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المصطفى الأمجد أبو الزهراء محمد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. سيدي ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إلى حصنكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ويا مسلوب العمامة والرداء. سيدي الدهر حارب أحبابي فشتتهم، فحاربي بعدهم يا مقلة الوسنا. كانوا وكنا ووجه الأرض يجمعنا، إلى أن تأخذ في بطنها وطنا. لو تعلم العيس أن الموت غايتها، لصبغت بدماء أكبادها عطنا. ما ينفع المرء لين الخزي يلبسه، إن كان لابد من أن نلبس الأكفانا. كل ميت يوارى وسط حفرته. ويل عليك أبا عبد الله. كل ميت يوارى وسط حفرته، لكن صبط رسول الله ما دفنا. يا 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 ملقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن. قد خالف الشرع فيه والسنن. يا 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 دابك يا دهر تفتك. يبا ولك فان ولك فان، أنا وعرفتك ما إلك تالي. ولك فان حسين بلا غسل عاري، ولك فان
3 أيام مرمى على الوطية، يا 3 أيام مرمى على يا الوطية. عادة وجرت عد الناس، والله خلينا نشوف شنو هاي العادة يا بعادة وجرت عد الناس، حين اللي يموت انسان كل اخوته يشيلونه او لا يبقى على التربة. اهم ميت 3 أيام شفتوا يظل بلا يكفان، بس ابن المصطفى مطروح برض الغاذرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. الله عز وجل لما يتكلم في القرآن الكريم يريد أن يعطي حافز للإنسان حتى يبادر إلى الخير، حتى يبادر إلى من؟ إلى مساعدة الآخرين، وهكذا. طيب، قيل المفسرين ماذا يقولون؟ يقولون عن البر: البر هو الإحسان، والإحسان من بعده شنو مولانا؟ الجنة. البر ثمرته المن؟ الجنة للإنسان. طيب، الإنسان حينما ينفق في مساعدة الآخرين هذه هي الجنة. ولهذا النبي إبراهيم لما بنى بيت الله عز وجل يقول: اتكع على بيت الله عز وجل وقال: الحمد لله. قال: يا إبراهيم هل أكو جائع؟ يعني أكو جائع؟ أنت لما بنيت مسجد أكو جائع؟ ولذلك الله عز وجل يفضل مساعدة الفقراء أعظم من المسجد، كما أن حرمة المؤمن أعظم من بيت الله عز وجل، وهكذا. قال له: هل أكو جائع؟ أكو فقير؟ ولذلك الإنسان له أسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كون الإنسان يبادر إلى الخير، يبادر في مساعدة الآخرين، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: فت يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، وإذا بفقير دخل على النبي قال: يا رسول الله أنا جائع. جائع يا رسول الله. يقول: قال له: اذهب إلى بيوت بعض أزواجي. قال له: روح للبيت. يقول: هذا الفقير وين راح؟ توجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله. يقول: اجى لأزواج النبي، قال: أيها الفقير لا نملك إلا الماء، احنا كل شيء ما عندنا بس الماء. يقول: خله ارجع. وين؟ رجع هذا الفقير إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال له: يا رسول الله أنا قلت لأزواجك وأزواجك قلنا لا نملك إلا الماء. هنا قام النبي صلى الله عليه وآله وقال: من لهذا الفقير؟ من لهذا الجائع؟ استقبلوا سماحة الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد. من لهذا الجائع؟ يقول: سكوت، الكل سكتوا إلا أمير المؤمنين
صلوات ربي وسلامه عليه قام وقال أنا له يا رسول الله. شوف سبحان الله، علي علي علي، علي في كل شيء. فقام صلوات ربي وسلامه عليه وقال أنا له يا رسول الله. يقول بعد الصلاة والسوى مولانا أخذ هذا الرجل الفقير إلى بيته، جاء إلى بيت علي صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا أمير المؤمنين أجلس الضيف هذا الرجل الفقير، يقول وأدخل على فاطمة صلوات ربي وسلامه عليها، قال يا أم الحسن حل علينا ضيف ما عندك؟ يقول قالت يا أبا الحسن لا يوجد عندنا إلا طعام الصبية، أي الحسن والحسين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال علي به. يقول جاءت الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها بهذا الطبق، وهذا الطبق لا يتسع إلا لنفر واحد، وأمرها أن تطفئ السراج. طيب، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء بالطبق لهذا الفقير الجائع الضيف، يقول أمرها أن تطفئ السراج. يقول قال له أكل، قال له الضيف، قال له أكل. على كل حال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتماثل إنه يأكل، لكن هو ما يأكل، بس مجرد يحرك شنو مولانا؟ بشي فايدة ما يأكل. يقول حتى شبع هذا الفقير الجائع، شبع وين؟ في بيت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قام ايش سوى أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول قام وشعل الضوء، يقول شعل السراج. يقول شاف هذا الفقير الجائع تبسم، يقول شافه مرتاح. يقول هذا الفقير رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارزق فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الإمام أمن على دعائه صلوات الله وسلامه عليه، قال آمين. ليش؟ لأنه شاف هذا الفقير مولانا يدعو الله عز وجل في حرقه. ولذلك من أعظم كفارات الذنوب شنو مولانا؟ إغاثة الملهوف. شوف أهل البيت صلوات ربي وسلامه يعرفون ما هو البر، يعرفون شنو البر أهل البيت صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فت يوم من الأيام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال يا أم الحسن ما عندك؟ قالت يا أبا الحسن لا يوجد عندنا طعام، وأنت تدري منذ 3 أيام لم نذق الطعام. شوف أهل البيت صلوات ربي وسلامه، شوف شلون يهذبون هاي النفس، شنو من صبر عندهم، الله أكبر. على كل حال يقول هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه خرج من بيته يبحث على فرصة عمل صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال هسه تقول الرواية يقول راح انه مولانا اشتغل، وش جاب له؟ جاب له لعله 10 دراهم. على كل حال يقول رجع الإمام سلام الله عليه، يقول لما رجع من تلاقى وياه؟ تلاقى وياه المقداد رضوان الله تعالى عليه، هذا من أصحاب أمير المؤمنين، من أصحابه الخلص. على كل حال يقول تلاقى وياه في الحر اللاهب، جو حار. يقول التفت إليه قال أمقداد هذا؟ قال بلى يا أمير المؤمنين أنا المقداد.
قال يا مقداد ما الذي أخرجك؟ قال له والله يا أمير المؤمنين تركت الأطفال يتضجرون من الجوع. يا أمير المؤمنين وأنا ما تحملت بعد، شفت أطفال جياع ويتباكون، أنا ما تحملت، لعله أحصل على فرصة عمل أو أتي بقوت لعيالي. قال له تعال يا مقداد. الله. قال له تعال تعال تقرب. يقول تقرب من المقداد. يقول شاف 10 دراهم أو الدينار، يقول أعطاه للمقداد. قال له روح. قال له أنت يا أمير قال له روح، أنت ملك علاقة، روح. بعد أهل علي بن أبي طالب كرماء. قال له روح. قال له زين يا أمير المؤمنين أنت وين كنت بهذا الحر اللاهي؟ قال له يا مقداد الذي أخرجك أخرجني. قال له أنا هم تركت العيال ما عندهم أكل، لكن يا مقداد اذهب إلى عيالك، روح. يقول له رجع المقداد إلى بيته. يقول أمير المؤمنين وين يروح بعد؟ أكيد يروح للمسجد. على كل حال يقول لما وصل إلى المسجد وجاء النبي صلى الله عليه وآله يأمهم يصلون خلف جماعة، ومن ضمنهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. على كل حال يقول بعد ما أنه مولانا أقاموا الصلاة وخلصوا من الصلاة، يقول التفت النبي صلى الله عليه وآله قال له يا علي عشائي هذه الليلة عندك. قال على الرحب والسعة، الكريمة كريمتك والبيت بيتك. قال له تعال امشي. على كل حال يقول وين اجوا إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة قبلها بين عينيها. قال بني فاطمة أين الحسن والحسين؟ يقول جاءت بالحسن والحسين. قال بني فاطمة أنت أعد الطعام وأنا ألاعب الحسن والحسين. النبي صلى الله عليه وآله أخذ يلاعب الحسنان. يقول وإذا بالزهراء جاءت بطبق من طعام. يقول هسه أمير المؤمنين سلام الله عليه نظر إلى فاطمة سلام الله عليها. يقول هنا النبي سوى، يقول ضرب على كتف علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال يا علي هذا مقدار دينارك الذي أعطيته للمقداد، وهذا طبق جاء به جبرائيل من طعام الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. قال هذا من ثمار الجنة. أشوف أيها الأحبة الإنفاق شيء عظيم، من أعظم كفارات الذنوب. شنو مولانا؟ هي إغاثة الملهوف. على كل حال موسى على نبينا وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. على كل حال جاءه رجل قال له يا نبي الله أنا أشتكيك الفقر. قال له أنا ما عندي، أنا رزقي شحيح، هو رجل ما عندي، على قولة أهلنا داقتني الدنيا، فأريد أن تدعو الله عز وجل لعله يفرج عني. على كل حال النبي ناجى الله عز وجل، قال له إلهي هذا الرجل يشكو الفقر فأريد أن تفرج عنه. وإذا بالنداء قال يا موسى هذا الفقير اللي ما عنده 10 سنوات ضيق، أو 10 سنوات قولت أهن نفاق، فيختار الضيق، ال10 بيهم ضيق، لو يختار النفاق يقول قل للفقير
قال له أنت ايش تختار، الضيق لو النفاق؟ قال له أنت أمام أمرين، إما أن تقبل بهاي ال10 سنوات فيها ضيق، أو 10 سنوات فيها نفاق. قال له يا رسول الله أنا أختار النفاق، أنا رجل ما عندي. بعد الله عز وجل لما تجي نفحات الرحمة يعني أكيد يعني تصير عنده أموال، يصير عنده، بعد الله عز وجل بارك له في رزقه. يقول مرته مرة شاطرة قالت له احنا ناس ما عندنا، والله عز وجل فتح لنا باب، فليش ما نسوي لنا فرد مضيف، وهذا المضيف نسوي شنو ب4 أبواب، حتى الناس من تجي تدخل من هذا الباب وتطلع من ذاك الباب. يقول قالها والله خوش كلام هذا. يقول قام يذبح وقام يسوي طبخ، يسوي أكل، وقام يدعو الناس. الناس تعودت وين قام تجي؟ قام يجي ياكل من هذا الباب يطلع من هذا الباب. يقول 10 سنوات على هذا المنوال، الله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال له انه مولانا هذا الرجل راح انفح عليه 10 سنين، 10 سنوات انفح عليه، بعد 10 سنوات لا راح يصير في ضيق. يقول فاتت ال10 سنين واذا بالنبي. قال له ربي انت قلت ايش قد؟ 10 سنوات، بعد 10 سنوات راح يكون في ضيق، وفاتني ال10 سنوات وهذا الرجل بعده بالخير والرفاه. قال يا نبي اعلم ان هذا الرجل فتحت له بابا ففتح 4 أبواب وانا ارحم الراحمين. انا شلون اسلب من النعمة هذه؟ شلون اسلب من النعمة؟ الا وبالشكر شنو؟ تدوم النعم، تدوم النعم. زين، اذن ارجع الى صلب الموضوع. قال عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول حل ضيفا بأبي ذر، يقول جاءه ضيف، وكان أبي ذر كان متعب جدا. يقول قال للضيف، قال له اذهب إلى الإبل واتني بخيرها. قال له شوف لي إبل زين وجيبه. على كل حال يقول راح. يقول هذا الضيف ايش سوى؟ جاب له فرد ناقة هزيلة. يقول أبي ذر ايش قال له؟ قال له أنا مو قلت لك أتيني بخيرها؟ قال له يا أبو ذر أنا شوية كضتني، يعني قلت إنه لعله يستفيد لوقت ضيقها، لعلك تتضايق، تفيدك بالحمولة، تفيدك في كل شيء، وأنا شفت لها زيلة وجبتها. قال له زين هو شنو اللي ينفعني في الدنيا؟ قال له أنا ما أريد الدنيا. أما سمعت قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ فسجية أهل البيت صلوات ربي وسلامه عليهم العطاء، العطاء سجية أهل البيت صلوات الله وسلامه، ما قصدهم حتى أعدائهم، حتى أعدائهم أهل البيت يآوونهم ويطعمونهم. على كل حال الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما قتل، يقول بعد سنة مقتل الحسين سلام الله عليه، يقول هنا مروان بن الحكم لعنة الله عليه، هذا الوزغ ابن الوزغ آذى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى النبي طرده من المدينة. قال وعلى من يحفر على مروان شنو مولانا؟ دمه هدر فاقتلوه، لأنه أذى رسول الله صلى الله عليه وآله، آذى فاطمة الزهراء صلوات الله حتى أدماها. الإمام الحسن شي يقول له؟
يقول ضربت أمي الزهراء حتى أدميتها. الله أكبر. إذا لعب طوبة بأهل البيت صلوات ربي وسلامه عليه. بعد السوى مروان بن الحكم اشترك في قتل علي بن أبي طالب. هاي المؤامرة التي حويكت شنو مولانا؟ لعنة الله تعالى عليه مروان بن الحكم وراء هاي المكيدة. بعد ايش سوى؟ يقول حتى ضرب شنو مولانا؟ نعش الإمام الحسن. الإمام الحسن لما جيء به إلى قبر رسول الله وأرادوا أن يدفنوه وإذا بعائشة أبت على ذلك. يقول حتى ضرب نعش الإمام الحسن سلام الله عليه حتى جيء له برأس الحسين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول كظ راس الحسين السوى مولانا وضربه على قبر رسول الله. شوف السوى مروان بن الحكم لعنة الله عليه. يقول كظ رأس الحسين وضرب به قبر رسول الله. قال يا محمد يوم بيوم بدر. الله أكبر. شوف ثارات ولا قتل الحسين شنو مولانا؟ بغضا نقاتلك بغضا بأبيك. يعني بغضا وين؟ بغضا بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. على كل حال فيزيد لعنة الله عليه أمر بإباحة المدينة. أمر من؟ أمر قائد الجيش مسلم ابن عقبة المري. هذا حتى من قد ما أنه مولانا يقتل في الناس حتى قيل له المسرف. يعني من قد ما يسرف بقتل الناس بقتل العلويين حتى قيل له المسرف. على كل حال قال له يا مسلم المدينة مباحة إليك، أنت شي تريد تسوي سوي بالمدينة، ولكن يا مسلم اكو بيتين لا توصلين. قال له منين ذن البيوت؟ قال له بيت علي بن الحسين صلوات ربي وسلامه عليه وبيت عبد الله بن عمر. ذن اياك توصلين، دير بالك توصلين. يقول هنا بعد هذا مروان بن الحكم مطلوب راسه والمدينة أبيحت. زين هذا شي يسوي مروان بن الحكم؟ يقول وين ما يروح ينطرد، يا اللي يروح له يطرده. يقول وصل وين؟ إلى بيت عبد الله بن عمر. طرق الباب. من الطارق؟ قال له أنا مروان. قال له وش تريد جاي؟ قال له أنت تدري أنه هذا المسرف أو المسلم ابن عقبة المري يزيد أباح له المدينة، وأنا عندي أطفال وعندي زوجة وأنا خاف على عرضي، فأنت بعد أمروتك أنا. يقول طرده منه عبد الله بن عمر. قال له روح، أنا مالي خلق مشاكلك، روح. على كل حال طرده. هسه من طرده وين راح يروح؟ يقول باوع يمنى يسرى ماكو إلا بيت علي بن الحسين سلام الله عليه. يقول اجل. وين وصل؟ إلى بيت الإمام زين العابدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. على كل حال يقول طرق الباب. يقول خرج الإمام زين العابدين. قال من الطارق؟ قال أنا مروان. الله أكبر. شوف أهل البيت سلام الله عليه. زين أنت يجيك واحد إنهم مولانا مأذي جدك، يجيك واحد ضارب جدتك، يجيك واحد ضارب رأس أبيك، شنو راح تسوي له أنت؟ شوف رحمة أهل البيت. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. على كل حال يقول قال له أنا مروان. قال له خير، شو تريد مروان؟ قال له هذا المسرف ابن عقبة المري
جاي يزيد أباح له المدينة، وأنا يا ابن رسول الله عندي أطفال وعندي زوجة، وأنت تعرف بعد. قال له شدري؟ قال له أريد تآوي عائلتي. قال له جيبهم. يقول حتى أدخلهم الإمام زين العابدين صلوات الله آواهم في بيته. يقولوا هذا خله وراح، ياهو مروان بن الحكم لعنة الله عليه. يقول خله وراح. يقول بعد فترة لقى له مكان استقر به الوضع وأرسل إلى عياله. يقول الإمام سلام الله عليه جابهم وش سوى مولانا؟ سلمهم بيد مروان لعنة الله عليه، سلمهم إليه. يقول هسه مروان ايش قالهم؟ قالهم ها شلون ضيافة زين العابدين؟ قالوا له قبحك الله يا مروان، ولك انت شو مسوي بآل محمد؟ انت شو مسوي بيهم؟ قال له لذول زين العابدين سلام الله عليه آوانه. قال له قبل لا يوكل عياله يمد السفرة انه ويوكلنا. هاي مجازات، ليش هيك مسوي بيه؟ لعنة الله عليك. فشوف حتى أعدائهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم احسن لمن أساء إليك. هكذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه. لكن أي إساءة؟ شلون أساءوا لآل محمد؟ الله أكبر. شلون أساءوا إلى زينب سلام الله عليها؟ يقول هذا اللعين ابن اللعين يقول كظ المخسرة وأخذ يضرب ثنايا أبا عبد الله. الله أكبر. لكن زينب الصعر بحالها، هذه عزيزة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا زينب نادت برفيع صوتها قالت راسك 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 يا خويا حيل شفته شفته يا أنا ذاك الوقت راسي لطمته. أخويا لما سمعني النذي لمته. خويا شتم والدي وتعدت لشتمته. بعد شو تقول له؟ هذه قال له أنا تمنيت راح الجود موجود، خويا موجود انا وتردد فوف بفاضل الزنود. وتردد فوف بفاضل للزنود.